الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا لكم في الحلقة السابقة وكانت بعنوان خامس وسادس وسابع ملوك الأسرة المصرية السابعة، والآن سوف نتحدث لكم في هذه الحلقة عن ثامن ملوك الأسرة السابعة وتاسع ملوك الأسرة السابعة وآخرها. وكما تحدثنا لكم وقلنا أن الأسرة المصرية السابعة تبقى في غموض حتى الآن، ويبقى الكثير تحت باطن الأرض. تعالوا معنا لنتعرف عن ثامن ملوك الأسرة السابعة، الملك نيفر كا رع تي رعرو. يحمل هذا الملك الخرطوش الملكي بعرابة أبيدوس بقائمة ملوك مصر الرقم 49، وهو ملك عاش خلال الفترة الانتقالية الأولى، وكان مقر حكمه في منف. انظروا معي إلى خرطوش هذا الملك، إنه غاية في الروعة والجمال. حياة هذا الملك تبقى غامضة، لم يتم العثور على أي آثار له أو مقبرة له حتى الآن. تحمل الأرض أسرار مصر في باطنها، وهنا جاء ملك جديد ليحكم مصر، وهو تاسع ملوك الأسرة السابعة وآخرها، الملك نيفر كا حور. ويحمل هذا الملك الرقم 50 لخرطوشه الملكي بقائمة عرابة أبيدوس بمركز البلينة. عاش هذا الملك أيضا في منف، وتوفي أيضا في منف، ولم يتم العثور على أي آثار له. الأسرة المصرية السابعة ينتابها شيء من الغموض. وها قد انتهينا من الأسرة المصرية السابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع بداية الأسرة المصرية الثامنة وملوكها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.